اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده وكلام في الافلام. والنهارده هنتكلم على الفيلم المناسب لتحديد النسل، الفيلم الملائم للقضاء على البشريه، فيلم ريستارت. الفيلم بيتكلم عن عيله بتقرر ان هي تعمل فيديوهات غبيه على الانترنت عشان تتشير، فواحد من اللي بيدعم المواهب الغبيه دي بيقرر يمضيهم على عقود عشان يخليهم يعملوا حاجات غبيه اكتر على الانترنت، فبيتشهروا وبيجيبوا فلوس كتير جدا على الانترنت، وبعد كده بيتفتحوا وبينتهوا على الانترنت. اولا الايجابيات: حل مشكله الكثافه السكانيه، وجود باسم سمرة رحمنا من وجود عمرو عبد الجليل. نخش على السلبيات. في بجد مفيش بجد حاولت بس هو مفيش. نيجي للسلبيات. يعني هو انا مش عارف هتكلم على ايه ولا ايه، فنبدا بالترتيب عشان ما اتلخبطش. التتر مبدئيا، التتر اغنيته يخرب بيت كده بشعه بشعه، في الغالب تامر حسني مش هو اللي مغنيها، فانا ما اقصدش بيه حاجه يعني، بس انما هي تتر وحش جدا. ثانيا احنا من امتى بنحط ضيوف الشرف على تتر المقدمه كده، اللي هو مع ضيف الشرف محمد رجب، اللي هو ناقص تقول لي ان هو هيطلع الضابط اللي في الاخر هيحل المشكله دي؟ ايه يا صاحبي، إيه هو ده؟ مش حرق يا اخوانا ولا انتوا بتنيلوا ايه ولا ايه ده؟ الترجمه، هي الترجمه. يعني هو انا مش عارف دي في السينما اللي انا دخلتها بس، ولا ما ده هي لا تكون فاكر ان ده فيلم مهرجانات هتعرضه على بقيه الدول اوعى بالله عليك. الفكرة، نيجي للفكرة. مبدئيا الفكرة المبتذلة العبقرية جدا ان احنا نعمل حاجة فيها رسالة توعوية بايخة جدا اتحرقت في 6000 حاجة، وبعد كده اعمل لك كل الابتذال اللي في الدنيا عشان لو جيت تتكلم مش عايزين افلام توعوية، انتوا مش عايزين سينما نظيفة. عارف اللي هو زي ما تجيب لي كده في فيلم بيتكلم عن بيوت الدعارة، تجيب تملالي الفيلم كله دحر، وبعد كده تيجي تقول لي احنا ما بنعملش كده عشان ده حرام. انت حرفيا كل اللي انت عمال بتنتقده انت عامله في الفيلم ده، من وجود رقصات، الافيهات الجنسيه ما بتضحكش. انا ما عنديش مشكله مع الافيهات الجنسيه، المشكله ان هي ما بتضحكش، بلاوي زرقاء بلاوي زرقاء. وطبعا الفيلم بطولة تامر حسني، فما ينفعش نشغل اي اغنيه في الحياه او نترول على اي اغنيه اتعملت قبل كده غير تكون اغنيه لتامر حسني. وطبعا ما ينفعش نشغل فيلم غير فيلم البدله لتامر حسني، عشان الحياه ما فيهاش غير تامر حسني، بطوله تامر حسني واخراج تامر حسني، تاليف تامر حسني، وعصام السقا عدى كده. يمكن الكوميديا، نيجي للكوميديا. اول حاجه افيهات جنسيه ما بتضحكش خالص. تاني حاجه عايز اقول لك محمد ثروت في مشهد باسم سمرة تف عليه قال له جميله تفتك يا جوكر بيه، والله العظيم حصل حلب افيه اتحرق من الستينات. فكره اللي هو انا مستحيل اعمل كده، والمشهد الجاي تلاقيه بيعمل كده، اللي هو يا جدعان الافيه ده اتحلب في سنه 60. ومش بس كده، انت عامله في الفيلم ده حوالي 4 أو 5 مرات، اللي هو لا ضحك المره الاولى ولا ضحك المره الثانيه ولا الخامسه. ده انت يخرب بيت البجاحه يا اخي. ايه يا عم ده يا عم، هي وكده. هو حفله كان فيها ناس كتير، الناس ضحكت، عندك ضحك. هو في واحد بس اللي كان بيضحك وتقريبا مريض نفسي. المنطق والحبكه، تحبوا مثلا نتكلم عن المنطق والحبكه؟ عايز اقول لك في مشهد عصام السقا كان بيقول لتامر حسني شايف ده ابني قبل ما اعرفه على الموبايل والانترنت، شايف كان بيلعب ومبسوط ازاي، ده بعد ما سحبت منه الموبايل شايف عمال يكسر في الاوضه ازاي، اللي هو انا جاي اخد من ابني الموبايل فبصوره بالموبايل وانا باخد الموبايل. يا اخي يحرق ميتي. ادي رقم 1، ادي 2 3. اتفضل خد يا بيه. ايه ده اللي هو ليه وانا باخد من ابني الموبايل ما اعملش افتر وبفور السايكبه؟ لا ليه مثلا؟ ده غير بقى منتهى الهاتش ومنتهى السكتشات اللي في الدنيا، كل مشهد تحسه ملوش علاقه بالمشهد اللي قبله. مثلا ما تعرفش مين اتجوز مين ومين نسي ايه ومين عمل، ما فيش اي حاجه منطقيه، اللي هو احنا سكتش وخلصنا المشهد يلا نقلب على المشهد اللي بعده. ناهيك طبعا عن اختيارات الشخصيات كلها مش مبرره، والشخصيات بتتغير وبتتقلب على حسب الوانها نيجي مثلا يعني الاخراج والتصوير، رغم ان انا بشوف ان الحاجات دي كماليات في الافلام المصريه، ولكن احنا بنصور اعلانات يا جدعان. ده مش فيلم، ده اعلان، واعلان رخيص او سكتشات من برنامج هزلي. يعني اللي هو احنا SNL كان بيعمل حاجات احسن من كده، فاللي هو انا مش عارف ايه ده. ويعني ايه يا جدعان، ايه ده؟ فاضل ايه؟ التمثيل. تحبوا نتكلم عن التمثيل؟ عايز اقول لكم في مشهد لتامر حسني بيقول بقينا عبيد الشاشات عبيد الشاشات عبيد الشاشات. عارف اللي هو السوكسير الرخيص القديم، مع بقى ان احنا دخلنا، عارف اما ندخل الكاميرا زوم في بعض فنجيب لك 3 شخصيات دخلوا في بعض، عارف الجو بتاع الاعلانات الجميل ده؟
اسمها كريشندو، ده ما اثرش ادنى تاثير على احساسي. في مشهد المفروض من المشاهد المؤثره اللي بتاثر قوي دي، عارفها؟ كان بيقول لامه هو انت مش عارفه الفلوس طلعت كل حاجه؟ انا عارف ان الستر والصحه اهم حاجه، بس محدش مهتم بالموضوع ده، الفلوس هي بقت اهم حاجه. يا جدعان يا جدعان، عارفين التمثيل الرخيص، عارفين التمثيل اللي انا لسه عامله دلوقتي ده؟ هو في الغالب ده ممكن يبقى احسن. يعني انا مش فاهم كميه العبث والهراء اللي احنا بقينا فيه، والناس هتطلع تقول لك ده احلى فيلم طبعا، وعصام السقا هيتكرم، وتامر حسني هيتبقلش، وكل الحاجات السعيده دي، واحنا نتبسط يعني. ايه طب القرف ده؟ طيب. ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه ايه الاساسيه. القرف طيب. ده؟ اخيرا عشان الهاتش اللي هيتكتب في الكومنتات اللي انا متوقعه ده، عايز اقول بس حاجه، ان ده اكتر نوعيه من نوعيات الافلام انا بكرهها، لسبب واضح جدا، انك انت لو حد اتفرج على حاجه زي كده وفهم ان ده الفن، فانت كده بتأذي الناس في دماغها، وبتأذي الناس في كل حاجه. انت لو عملت فيلم كامل كله هلس، وجايب لي مشهدين في الاخر دراما، والناس افتكرت ان دي حكايه القصه، الافلام كده صح، وده بجد الهق والمق، ودول الفنانين، ودول التأثير، ودول التوعية، وكل الكلام ده، لو حد فاكر ان الفيلم ده فيلم توعوي، يبقى انتوا كده بتأذوا الناس يا جدعان بجد يعني. ولو انتوا مصدقين ده، فانتوا كده حالتكم صعبة، يعني حالتكم تصعب على الكافر بجد. فاللي هو انتوا لو مصدقين نفسكم والله هزعل، يعني انتوا لو مقتنعين ان كنتوا بتتريقوا علينا وان احنا اللي عبطوا والكلام ده، والله هفرح لكم. بس لو انتوا مقتنعين ان الكلام ده مفيد، او انك انتوا بتعملوا حاجه مفيده، يبقى انتوا كده ناس فيكم حاجه غلط يعني. ف ده كان كلامي عن الفيلم ده، وان شاء الله ما نتعرضش لتجربه زي دي تاني. وبس كده، لو عجبك الكلام دوس لايك، لو حابب انك انت تشوف اكتر دوس سبسكرايب، وشوف الفيديوهات القديمه يمكن تعجبك، شغل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديده. وبس كده، سلام.